نفسك تجري مسافات طويلة من غير ما تتعب؟ أنا كمان كان عندي نفس الحلم، ومن سنتين بس كنت يا دوب أقدر أجري كيلومتر واحد لحد ما وصلت إني بقيت بجري 20 كيلو من غير ما أوقف. وفي الفيديو ده هقولك السر اللي غير كل حاجة. أكبر غلط كنت بعمله إني كنت مركز على المسافة، وكانت النتيجة إني بتعب بسرعة وبوقف. اللي غير اللعبة تماما هو إني بدأت أركز على المدة مش المسافة. الهدف كان إني أعود جسمي يجري لفترة أطول حتى لو ببطء، وده اللي بيسمى بناء الأيروبيك بيس أو الأساس الهوائي. الفكرة ببساطة إنه بدل ما تجري بسرعة وتتعب بسرعة، ابدأ اجري بأبطأ سرعة ممكنة لفترة زمنية محددة. حط تايمر 20 أو 25 دقيقة أو على حسب مستواك، وكل اللي عليك إنك تجري طول المدة دي على سرعة مريحة. طيب ليه ده مهم؟ لما تركز على المسافة جسمك هيحاول يخلص بسرعة، وده بيستهلك طاقتك أسرع والنتيجة تعب أسرع. لكن لما تركز على الوقت بدل المسافة بتعلم جسمك يجري بكفاءة أعلى والفترات أطول. واختصارا لما سبق، ركز على المدة والاستمرارية والزيادة البسيطة للوقت كل أسبوع. هتلاقي نفسك بتقدر تجري لفترات أطول، وبالتالي المسافة كمان هتزيد بشكل طبيعي وآمن. جرب الطريقة دي وشاركني في التعليقات، إيه أطول مسافة جريتها ونفسك توصل لكام كيلو؟